ليه واحد ممكن يبيعني فجأة رغم العشرة والعيش والملح والمحبة اللي كانت ما بينا؟ أنا بجد مخي مش قادر يستوعب إن في حد ممكن يأذي ويغدر بحد بالشكل ده. قصة غريبة وعجيبة، عليه العوض ومنه العوض. واحد بيحكي ويقول: أنا بدون مبالغة متجوز شيطان، والمصيبة إن اللي كشف لي مراتي على حقيقتها هي بنتي. أنا اتجوزت من حوالي 28 سنة، اتجوزت جواز تقليدي، بس حبيتها وحبتني. وبعدها جالي شغل برا مصر، رحنا عشنا هناك سنين طويلة، وبعدها بفترة رجعت مصر واستقريت هنا. وأنا معايا 3 أولاد، بنت وولدين، وكان عندي أخويا الصغير هو الوحيد، جه وعاش معايا وسط ولادي. والحمد لله أنا جوزت ولادي وجهزتهم أحسن جهاز، وكمان خلفوا وأنا بقيت جد. فرحت جدا إن أنا فعلا أديت رسالتي على خير. وبعدها بفترة أخويا جاله شغل وسافر هو كمان محافظة تانية. حسيت إن أنا محتاج إن أنا فعلا أنا ومراتي نبدأ نعيش يومين حلوين بعد رحلة الكفاح الطويلة دي. بس اللي حصل كان غير كده خالص. مراتي اتغيرت بشكل عجيب، بقى خلقها ضيق جدا، وبتتخانق معايا لأتفه الأسباب. وكل كلامها: أنا مش طايقاك، أنا مش عايز أعيش معاك. حاولت كتير أفهم مالها، وهي كل اللي عليها: أنا أعصابي تعبانة، أنا مش طايقة، أنا تعبت، أنا عايزة أسافر لوحدي عشان أغير جو. قلت مش مهم، قلت ما يمكن هي نفسيتها تعبانة عشان الولاد اتجوزوا وسابوها. ولما بدأت تسافر فعلا بدأت تهدى شوية. في الأول كانت تقعد أسبوع أسبوعين وترجع، لكن المدة بدأت تزيد وتطول لحد ما بقت تقعد نص سنة هناك ونص السنة معايا. وأنا بصراحة لما لقيت الدنيا بدأت تهدى ما بينا قلت مش مهم خلاص، لأني كنت شايف إن عيب إن أنا على آخر الزمن أطلقها بعد ما بقيت كده. وكمان صحتي بدأت تبقى في النازل، بنام كتير جدا، وحتى لما بصحى أنا مش قادر أصلب طولي. كنت تعبان طول الوقت، ما عنديش طاقة إن أنا أتخانق وأتكلم وأقول روحي ولا ما تروحيش. ولما قلت لها أنا عايزة أروح للدكتور بدأت تقول لي: ليه تروح للدكتور؟ كل اللي انت فيه ده طبيعي جدا، انت بس عشان السن والشيخوخة. قلت يمكن كلامها يكون صح. ومشيت الحياة ما بينا على كده، وبقيت اسيبها تسافر واقول كفاية انها مستحملة مرضي وتعبي. وفي مرة بنتي جوزها سافر وجت قعدت معانا اسبوعين، لقيتني تعبان جدا وما بقومش من مكاني. قالت لي: بابا ما ينفعش الكلام ده، انت لازم تروح للدكتور وتشوف في ايه. لما حكيت لها كلام مامتها اللي قالته لي، راحت كلمتها وقالت لها: الموضوع يا ماما استحالة يكون شيخوخة، احنا لازم نودي بابا للدكتور ونشوف ماله. البنت بتقول انها لقت رد مامتها كان صادم جدا، كلمتها على باباها بطريقة وحشة وصعبة قوي. فالبنت اتصدمت من كلام مامتها على باباها. والاصعب انها في مرة وهي داخلة في المطبخ فجأة وراها لقت مامتها بتحط برشامة في العصير بتاع باباها. البنت بتقول: انا لاحظت ان ماما لما شافتني ارتبكت جدا. انا حسيت ان في حاجه غلط، فقررت ان انا مش هتكلم مع ماما ولا هسالها، وعملت نفسي مش اخده بالي وان انا ما شفتش حاجه. وبدات ادور واشوف ايه اللي ماما بتحطه للبابايا في العصير، وخاصه ان انا لما اتكلمت مع ماما ما جابتليش سيره ان بابا بيتعالج ولا بياخد دواء ابدا. بتقول: لما فتحت شنطه ماما لقيت دواء للاعصاب ومهدئات ومنومات. فبدات استغرب، معقول ماما بتعمل كده في بابا؟ بس ليه؟ فكذبت نفسي. لكني بدأت أركز مع ماما أكتر، واكتشفت المصيبة الكبيرة. أنا اكتشفت إن ماما بتكلم واحد غير بابا، بتكلمه وهي بتوطي صوتها كتير جدا، بتقول: من صدمتي جريت على بابا ورحت حكيت له اللي أنا شفته كله. لكن بابا أنكر كل الكلام ده. الراجل بيقول: أنا قلت لبنتي إن ماما تعبانة وبتاخد مهدئات، وأنا عارف بكده، وعنفتها بشكل جامد جدا. قلت لها: إزاي تفكري إن والدتك ممكن تكلم راجل تاني غيري؟ إزاي أنت تفكري بالشكل ده؟ أمك ست محترمة وكويسة. وعنفت البنت. الراجل بيقول: انا قلت لبنتي الكلام ده وانا من جوايا بتقطع لاني اكتشفت ان كنت مخدوع طول السنين اللي فاتت دي. معقول دي اخرة 10 سنين؟ دي ما شافتش مني اي حاجة وحشة؟ ليه كل ده؟ عشان ايه؟ معقولة دي كانت كل حياتي؟ بيقول: انا انكرت وكذبت على بنتي عشان نفسيتها، عشان ما تتصدمش في امها، وانها كمان ما تتفضحش قدام جوزها واهله. مش عايز ولادي يحطوا راسهم في الارض قدام جوازهم ابدا. انا مش عايز ولادي يعرفوا حقيقة امهم فيتكسروا. بيقول: لكن في نفس الوقت بدأت ادور وراها، كنت عايز اعرف مين الشخص اللي بيتكلمه. وبدأت برضو ما اكلش من ايدها ولا اشرب حاجة بحجة ان نفسي مسدودة ومش قادرة اكل.
الحمد لله صحتي فعلا بدأت تتحسن جدا، وحالة الإعياء اللي كانت عندي باستمرار بدأت تقل جدا. بس اللي اكتشفته بعد كده تبعني وخلاني أقع من طولي. الراجل اللي مراتي كانت بتكلمه طلع أخويا، والمصيبة إن هو الشخص اللي كانت بتسيبني وتروح تعيش معاه طول الفترة اللي كانت بتبعد عني فيها. كانت بتقولي إنها بتسافر مكان، وهي بتروح له المكان اللي هو عايش فيه، بتروح لأخويا اللي أنا ربيته وعاملته كأنه ابن من أبنائي. وأنا دلوقتي متدمر نفسيا ومش قادرة أنطق بكلمة قدام ولادي، ولا أعرف أقول لهم أنا هطلقها ليه. أنا مش عايزة أفضح ولادي، انصحيني، أنا مش عارف أخرج من الأزمة دي إزاي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا عرضت المشكلة دي بناء على طلبه، لأنه بيقول لي خلي الناس تعرف إن مش دايما الخير بيتقابل للخير، خليهم يتعلموا من تجربتي وما يقعوش في نفس الخطأ اللي أنا وقعت فيه. أولا عايزة أقول لكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف: إياكم والدخول على النساء. فواحد من الأنصار قال: يا رسول الله، أرأيت الحم والموت؟ والمقصود بيه أخو الزوج. أخو الزوج يا جماعة، ربنا عمره ما حرم حاجة إلا وعشان عارف إن نفوسنا ضعيفة، وإنه مدخل من مداخل الشيطان. وده طبعا مش مبرر ليها أبدا للي هي عملته في جوزها، لكني بقول لو إحنا اتبعنا أوامر الله سبحانه وتعالى هنتقي مصائب كتير جدا ممكن تحصل لنا. أما بالنسبة لردي على حضرتك، في الأول حابة أشكرك جدا على سماحتك وحسن خلقك. أما بالنسبة للطلاق، الموضوع بسيط جدا. امنع سفرها تماما وقول لها مفيش سفر تاني، وهي بالتأكيد هتعترض وهتقول لك لا. ساعتها طلقها من غير أي فضايح، وصدقني ربنا هيجيب لك حقك، مش هيسيبها لا هي ولا أخوك. ربنا هيجيب لك حقك لحد عندك. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انساهم، انساهم وابدأ حياتك من جديد زي ما انت كنت عايز. والله لا ربنا هيرزقك بإنسانة تعوضك عن كل اللي فات. يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات في كل اللي انتوا سمعتوه. بحبكم في الله، هدية محمود.